أنتم تستمعون إلى بودكاست ذكاء مش اصطناعي مع عمرو زكي. أهلا وسهلا بيكم في حلقة جديدة من حلقات بودكاست ذكاء مش اصطناعي. أكيد الحلقة اللي فاتت أثارت عندكم أسئلة واستفسارات كتيرة عن هو فعلا الذكاء الاصطناعي مخاطر؟ تخيلوا كده معايا فيديو بيظهر قدامك على السوشيال ميديا، رئيس بيعلن قرار جديد أو صحفية بتكشف سر خطير. شكلهم حقيقي، لكن الحقيقة إن كل ده ممكن يطلع مجرد خدعة رقمية. يا ترى كان إيه شعوركم لما عرفتوا إن الحوت طلع AI؟ هو يا عيني مظلوم، ولا في مدربة ماتت ولا حاجة. حلقتنا النهاردة مع ضيف خاص جدا، أحمد أبو الشباب، متخصص في الذكاء الاصطناعي الإبداعي، واللي كتير مننا حضر وشاف وتفاعل معاه في كتير من الفعاليات المهمة اللي قدر أحمد فيها يترك بصمة، وبدوره عرفنا إزاي بتتطور صناعة الفيديوهات بأدوات الذكاء الاصطناعي. هنتكلم معاه إزاي الفيديوهات دي بتتعمل، وإزاي في عصر تكنولوجيا الذكاء الاصطناعي الفيديوهات المزيفة والديب فيكس بقت سلاح بيهدد الثقة في الأخبار والإعلام. بنرحب بضيف حلقتنا النهاردة ونقول له نورتنا وشرفتنا بوجودك يا أحمد. أخيراً يعني أنا الشرف إلي صراحة. يعني صرنا يمكن فترة طويلة عم نحاول نوصل لهاي اللحظة الثمينة. حضرتك وقتك ثمين، وكان صعب إن احنا بصراحة ناخد أي ربع ساعة ولا 10 دقايق في أي إيفنت، كان لازم نرتب. يا ريت. لا، أنا إلي الشرف إنه أكون هون ضيف، وخاصة موضوع كتير مهم، وعم بتسوي هايلايت على مواقف وفيديوهات لازم الناس تعرف تاخد بالها، خلينا نحكي. وأنا بتشرف صراحة إنه أكون ضيف معك يا عمر، وبشرفني صراحة. الشرف لينا. ببساطة كده، بتشوف التزييفات ديت إزاي؟ يعني أول مرة شفت فيديو فيك، عايز أعرف شعورك. الصراحة التكنولوجيا لما شفتها أنه مستخدمين ديب فيك انبهرت أنه معقولة ممكن نحن نسوي هيك، خاصة إذا أنت كان عندك ماضي أو أنت صار لك خبرة عم تشتغل بهاد الميجر تبع التلفزيون أو صناعة الفيديوهات. كان في شغلات تأخذ معك فترة طويلة جدا لإنجاز فيديو، بس عشان ممكن تركب وش أو ممكن تسوي شيء اسمه روتو. هلأ بوقتنا هاد صار حقيقي. فأنا أول مرة شفته قلت يا الله، إمتى أنا حصير أسوي مثل هذا الفيديو؟ يعني كان عندي التحدي إنه مدام موجود يعني فيني نتعلمه ببساطة. يعني الانبهار تبع أول فيديو شفناه تبع توم كروز كان مستحيل الواحد يوصل لهاي الأكيورسي إلا ما يكون عنده تيم كامل بيسوي هاي التقنية. فبشكل عام التزييف نفسه صار إنه اللي بيعرف كيف يسويه بالزمانات كان أسطورة، فشو ما بالك إنه هلأ صار أي حدا ممكن يسويه. انت بتشوف التطور ده بيخليك حاسس ان اي حد ممكن يتعلمها، دي حاجة كويسة ولا خفت شوي؟ أي حدا بده يتعلم بشكل عام، كان سلبي أو إيجابي، هي المبدأ تبع أنك تتعلم ضروري جدا. أنت بتوعي حالك وبتحمي حالك، خلينا أحكي. يعني أنا مع أنه الكل يدخل ويتعلم بأسرع وقت، لأنه نحن عم نتغير والعصر تبعنا عم بيتغير. فأنا من الضروري أنه أدخل وأتعلم أي شيء من مجال. يعني كان من عمرك 2 لا العمر 70 وطول بعمرك، فضروري أنت بأي شكل من الأشكال تتعلم. أنا مع تتعلم حتى لو كان إيجابي أو سلبي، بغض النظر للوقاية خلينا نحكي، لدعم معلوماتك. فأنا مع أنه تتعلم الأدوات. انت شايف انه الصح ان انت تبقى داري وعارف، ومنها تقدر تحمي نفسك وتشوف خطورتها قد ايه، لكن طول ما انت مش عارف هي مدى خطورتها ايه لانك انت عمرك ما اتعلمتها، هتفضل خايف منها. 1,000,000%. هلأ أنا بدي أعطيك مثال صغير كتير، إنه ليش تتعلموا يا أخي. في كتير أشخاص متخوفين من الذكاء الاصطناعي، وطبيعي جدا. نحن بدائرة الكومفورت زون.
فأنا بالنسبة لي إذا ما بدك تتعلم لإلك، تعلم عشان تحمي اللي حواليك، أو تعلم عشان تعلم اللي حواليك. يعني في خاصة نحن الأشخاص اللي كبار بالعمر، يعني كان الوالد أو الوالدة أو حتى من الصغار من العمر أطفالنا بيجهلوا هاي المعلومات، أو ما بتوصل لهم المعلومة بطريقة أنت شايفها. فأنت الوالد أو الوالد أو الكبار بالعمر اللي رافضين شيء اسمه ذكاء اصطناعي، ممكن يشوف لك شغلة بالفيديوهات أو بتيك توك أو بالتويتر أو بإنستغرام ويشوف أوف والله هاي حلوة، طب أنا خليني أسوي لها شير لأنه عجبتني. طب ما هاي أنت حلوة، عارف من وين مصدرها، عارف إنه هذا الأكاونت هل هذا صادق، هل هاي ملفق، أو واحد أنت بتحبه كتير سوالك شير، حتثق فيه فحتسوي له شير أو ريبوست. طيب أنا كيف أحمي حالي فيها؟ على الأقل إذا ما بدك تعرف، تعلم بس المبادئ عشان تعرف إنه اللي شافوه أهلك هذا صحيح أو فرود أو مزيف. حتى الطفل أي إشي بيشوفه. طبعا نحن في عصر هلا خاصة منريح حالنا، منروح نعطي التليفونات دايركت للأطفال عشان يسكتوا ما يوجعوا لنا راسنا. طيب أنت الطفل ممكن يطلع له إعلانات وهو ما بعرف، ممكن يدوس على شغله هو ما بعرف. طيب الطفل هاد أنا إذا كبس على شيء أنا أو داس أو ضغط على أي بطن أخذ لي كل المعلومات، الهاكرز أو الفيشيز ما حنعرف. طب كيف أنا أعرف كيف أعلم أطفالي مثلا، أو أعلم الوالد تعال يا حبيبي يا بابا تعال شو رأيك، هاي ما بتيجي بهاي الطريقة، ممكن تشوف شغلات صور يعني ممكن تكون أكثر واقعية، تأكد من المصدر، تأكد شوف في مصادر تانية مثل الوكالات إنه شوف هذا الخبر صحيح أو لا. وخاصة بمواضيعنا السياسية أو المواضيع الاجتماعية حتى الاقتصادية، أي واحد بقول لك تعال أنا عندي الستوك ماركت هذا اللي حيدخلك ادخل معاي. طيب أنا كبست على ستوك ماركت، أنا شايف كمان براند كبير، طب شو بأكدني إنه هذا صحيح ولا لا؟ لا، وبيستخدموا أصوات بقى ناس مشاهير انت عارفها ومطمن لها، وسهلة هلا. إيه فضروري. من كلامك شفت نقطة انت قلتها ليها علاقة بالمصادر، مصادر الناس منها بتاخد الأخبار والمعلومات. هل انت بتشوف ان الفيديوهات المزيفة ديت، التزييف ده خطر على صناعة زي الصحافة والأخبار، ولا هي فعلا خطر بشكل عام على الجمهور العادي؟ هي تزييف، كلمة تزييف أصلا لما أقول لك أنا زيفت خلص أنت فقدت الثقة أوتوماتيكلي. كان تزييف صورة، تزييف توقيع، كان أي واحد بيجي بقول لك والله أنا قدرت أزيف توقيع، هذا سوري نصاب مثلا أو غير أخلاقي. طيب أنا لما يصير عندي تزييف للخبر أو تزييف لصورة شبه حقيقية لبعض الأشخاص اللي عارفين بالشغل، يعني أنت تخيل أنت خلينا أعطيك إياها بصورة مختلفة للمستقبل وللمرسل، كان مؤسسات الإعلامية أو كانوا الأفراد. كمستقبل أنت المؤسسات الإعلامية حيقول لك هذا فيك ولا ما فيك، حيحاولوا يوصلوا للمصادر كطبيعة صحفي أو تحرير، حيروحوا لك للمصدر من وين. طب تأكدتوا من المصدر؟ كل طبيعة المؤسسات الإعلامية ما بيطلعوا لك إلا من غير مصدر أو من وكالات الأنباء الموثوق فيها تقول لك هذا التصريح صح أو هذا الخبر صح. بالنسبة للأفراد وللأسف اللي بدون وعي بصير في نشر لمحتوى مزيف بدون ما يشوفوا إنه من وين إجا. ومثل ما حكيت لك أنا بحبك، شفتك سويت شير لخبر، أنا بثق بهذا صاحبي أو أخوي أو أبوي أو أنا بثق فيهم، فأوتوماتيكلي أنا حسوي ريبوست للي بثق فيه. طب هذا تأكد من المصدر، تأكد من الوكالة، تأكد إنه هاي الصورة طبيعية ما فيها خلل. لا، فبصير أنت عندك هون برجع لك للمبدأ تبع المصداقية. مصداقية المؤسسات الإعلامية مبنية على الصدق. من الآخر أنا بواب عمارة
بدي أشوف مين اللي بده يدخل بالعمارة. طيب أنا كيف بدي أعرف إنه هذا فيك ولا مش فيك؟ أول ما بتدخل شيء مزيف باظت العمارة خلص. فأنا كحامي مصدر، بمعنى إنه أنا كمؤسسة الإعلامية لازم أتأكد من المصادر، واللي هي بتصير دائما هذا من بس عشان ينشروا خبر يكون واقعي وحقيقي. بالنسبة للأفراد كمستقبل قلت لك بينشروا. هلا لما نصير نحكي عن المرسل اللي هو المؤسسات بيروح على تشيك اب من A to Z، من المصدر، من الوكالات، ومن وين إجا هذا الفيديو، وبيطلعوا لك الخبر وبيحافظوا على مصداقيتهم، لأن أول ما بتتشكك بالمصداقية تبعتهم أنت فقدت مؤسسة إعلامية. تمام. بالنسبة للأفراد الاستقبال أو اللي عم بيسوي الفيديو، خلينا نحكي ممكن يسوي فيديو بأي شكل من الأشكال حلو، أنا تعرفت على أداة حلوة، تمام، طلعها، فما بعرف مسوقها بالمستقبل. المؤسسات الإعلامية، في بعض المؤسسات بيشوفوا في إبهار بصري بالذكاء الاصطناعي، في واو فاكتور بأنك سويت شيء بالذكاء الاصطناعي كتير حقيقي. تمام. هل هذا بيستخدموه بالأخبار؟ لا. طيب تستخدمه أنت بشغلات ممكن تكون معلوماتية. أنا هيك بصير بفهم أكتر. يعني إذا بتشرح لي كيف صارت مثلا الستوك ماركت، كيف بيصير، كيف تشرح لي إياه بطريقة الذكاء الاصطناعي، مقبول، حتفرج عليك. بس بالخبر لا، أنا في شيء مشكوك فيه، حتى لو كان هدفك الإبهار البصري. بس ليه بتشوف الفيديوهات ديت مقنعة للناس حتى ولو فيها حاجات على مستوى يعني الناس الادفانس في الموضوع قادرة انها تكشف انه فيك، بس in general الفيديو الناس بتصدقه بسهولة؟ وانت شفت اللي حصل، ناس بكيت وعيطت على المدربة وظلموا الحوت، والحوت ده غلبان يعني. هلا لما واحد بيشوف شغلة بقول لك أنا شفتها بعيني، فالفيديوهات دائما مقنعة أكتر من تكست، مقنعة أكتر من قول، كمان من الصوت. فأنت لما تشوف صورة أو فيديو شفت شو صار، فبنتقل الخبر أسرع من لما يكون الخبر موجود بصوت أو بكتابة. مثلا في ناس بتحب الكتابة، بس أغلب الناس فيجوال، مرئي، يعني مقنع، بيقتنع أكتر لما يشوفه بصورة وفيديو. فعشان هيك الانتشار بالفيديوهات خاصة هلا وبكل المؤسسات، بقول لك في أغلب الفيديوهات اللي عم تنتشر بالذكاء الاصطناعي وبالديجيتال، خاصة بالسوشيال ميديا، أكتر من نورمال فيديو حتى لو كان حقيقي تبعك. طب ليش؟ لأنه أبهرتني. أنا شفت بعيني شغلات مستحيل تتسوى، هلأ صرت أشوفها ممكن تتسوى. العامل بتاع الإبهار عالي جدا في الكواليتي اللي طلع. هاي أنا بشوفها temporary، يعني مؤقتا، على بال ما يصير في وعي. لما يصير في عندك وعي، أو الناس صار في عندها معلومات أكتر بكيف بيشتغل الذكاء الاصطناعي، بصير أنا بفهم لك أكتر، وبصير أنا بعرف إنه هذا فيك، وخلص أنا حمله شيله من قدامي. أنا بدي شيء حقيقي، وهذا اللي لأنه موضة هلا، عرفت، فترندينج. بس هل هو مفيد تبعنا؟ أنا لساتني بشوفه مفيد، يعني الذكاء الاصطناعي، وحتى توليد الصور. بتشوف إنه عشان أنا أبقى عارف إن الفيديو ده، هل أنا محتاج خبرة عالية قوي علشان أوصل يعني مفروض انتشارهم العالي على السوشيال ميديا مخليه الناس عندها تغذية بصرية للفيديوهات اللي طالعة بالاي اي، ولكن مش قادرين حتى يفرقوا؟ طب انت تفتكر دليل الناس مثلا ما عندهاش وقت تتعلم، ولا اللي طالع عن المجال ده انه فقط محصور على اهل الخبرة؟ حتى تبعون الخبرة اصلا في بعض الاشخاص ضحك عليهم. يعني إذا من 5 سنين خلينا أحكي لك، كان في فيديوهات مفبركة صعبة تنكشف. بس في هلا يعني صار حتى صاحب الفيديو، صاحب الخبرة، خلينا نحكي، هلا أنا فيني أضحك عليك عادي، فيني أسوي فيديو وبأدوات جديدة
يعني لسه كنت عم بحكي فيها اليوم، أول امبارح بالضبط. يعني بنانا نانو بنانا نانو بنانا شال الفوتوشوب وشال خلاص، الله يرحمه. الفيديوهات وشال الديب فيك وشال كل إشي أنت ممكن تتخيله. وصار الناس يعني صعب جدا تعرف إنه هذا حقيقة أو فيك، صعب جدا إلا لما تصير متمرس بالذكاء الاصطناعي، واللي هو نحن لساتنا عم نتعلم، لساتنا نحن جداد. يعني أنا وإنت لسه قاعدين هلا بنحكي نحن ذكاء اصطناعي، أنا لسه عم بقول لك أنا عم بشتغل فيها، وبقول لك لساتني عم بتعلم، ولساتني ممكن ما أقدر أكتشف إنه هذا فيك ولا لا. الأدوات المنتشرة هلا والجديد اللي عم بيطلع بسرعة صار عم بيطلع لك حلول على الفيكنس. يعني أنت هلا مبين إنه فيك، طيب أنا كيف أخليه مش فيك؟ كيف أنا أصير أكتب برومبتس أو هندسة أوامر أطلع هذا الفيديو أقرب إلى الحقيقة؟ ده اللي بيخلي اكتشافه أصعب. بيخلي طبعا. يعني أنت هلا أي إشي ليش بنكشف الواحد؟ لأنه في عنا الكومن سنس لتحليل الصورة. بمعنى بيطلع لك فيديو مثلا بغزة مفبرك مصور ب 4K أو 8K سينماتيك. طب ما في وقت حرب هون، أنت كيف مصور لي الفيديو ب 4K مثلا؟ مثلا بتروح لي على أماكن حساسة VIP، واحد مصور لك مثلا بكاميرا الثمانينات البرومت اللي مسويه. ففي شغلات كومن سنس، في شغلات الكومن سنس إنه واحد أشقر بمكان بأفريقيا وبقول لك إنه أنا هون صار معاي شغلة فحاسبوا علي، فبيعطوك ستوري، بيعيشوك الجو. طيب الكومن سنس تبعنا أول شيء عشان تكشف الخبر. العقل أكتر من العاطفة، ممكن تسمع وتشوف بس هل هذا حقيقي؟ طب كيف بتصير تسأل كيف مثلا قرش اللي حكينا عنه أكلها من هون في أكتر من زاوية، طب كيف صدقناه نحن؟ طيب إخراجيا أنا بلعب بالعواطف إخراجيا كمخرج تلفزيوني. فأنت ليش اللي بيتميز فيه الحقيقة غير اللي متعلمه جديد، اللي عنده خبرة تقطيع كاميرات، أعطاك شيء مناسب، شوف الفيديو هاد الإدت تبعه حلو، الصوت في ناتشرال ساوند، بعدك عن الفيكنس. ففي عندك تكنيكس أنت للأشخاص اللي بيحاولوا الديب فيك هدول يعيشوك الجو كأنه حقيقي، كأنه خبر 100%، بحطوا لك كل التفاصيل. طيب نحن كيف توعونا إنه طيب شوف الميوزك، كيف الساوند إفكتس، هل في اختلاف بالصوت؟ هل في صوت موج غير عن صوت الموج؟ يعني ممكن صوت الموج بالليل غير صوت الموج الصبح. ففي شغلات انت بتفتح عينك فيها. هو جاب موج، جاب كلمة ويفز وحط ويفز بالضبط، لكن ما بالضبط. لكن اللي عنده الخبرة يقدر يكشف. وفي أنا لسه يعني تخيل نحن لسه بادين. يعني أنت من هون لسنتين، مش كمان قبل كنا نحكي 10 سنين، لا بسرعة، سنتين وجنرس. الموزة دي فجأة طلعت كريم وكناش وكنا لسه ضايعين في كام حاجة جديدة يعني. طبعا ولسه عم نتعلم 1,000,000%. لما من شوية في البداية كده ذكرت فئتين زي الأطفال وجيل الجد والجدة. أنت شايف أكتر إيه الفئة اللي بيأثر فيها الفيديو المفبرك، أو كمان الخبر اللي يعتبر كده بقى مفبرك؟ الكل صراحة بدون استثناء. هلا الأخبار الفيك تدخل باللي حابب يشوفه. يعني نحن صار عنا بلاتفورمز أو منصات كتيرة جدا جدا فيها فيديوهات معبية الدنيا، فأنت صار اختياراتك حسب الألغوريثم. فأنت الألغوريثم بيجي لك مستهدف. يعني أنا هذا الفيديو بدي أجيله لعمر، بدي أقنع عمر فيه. طب ليش عمر؟ طب كيف وصلت لعمر؟ المعلومات تبعتنا وكل الانفورميشن بشكل عام اللي بنحطها بدون ما نعمل حسابنا. في شغلات نحن بنسوي لها ريبوست، في شغلات نحن بنكتب بالبوست، فأوتوماتيكلي الالجوريثم بيجيب لك فيديوهات مستهدفة.
وهاي عشان التسويق، والهدف الأساسي تبعها برودكتس، هدف استثماري، هدف يعني للتسويق فقط لا غير. ففي بعض الأشخاص صاروا يشوفوها فرصة لتحويل آراء الناس. أوكي. فبتصير عندك أنت من الفيديوهات المفبركة المدفوعة تكون أو بتكون المستهدفة، خاصة في أشخاص كتير الغير أخلاقيين خلينا نحكي، أخذوا قرارات أنه ممكن أسوي هذا الاتجاه، أنه أحط الفيديوهات المفبركة واستهدف فئة معينة عشان أأثر عليهم. طيب كيف وصلوا لهيك معلومات؟ كيف الألغوريثم وصل؟ نحن اوتوماتيكلي بنحط معلومات وبنكتب وبننشر وبنسوي ريبوست وبنعلق على فلان بدون ما نعمل حسابنا. هاي مش انه هو صدق توعية. يعني شيء للأسف، يعني كان هو التارجت وصدق. يا عين عليك، هاي أهم شيء. طب هل هذا شيء منيح؟ نحن لا، أنا ما بقول لك اكتب، بالعكس سوي شير، بس حاسب كل ما بتحكي معلومات أو شيء أنت حتصير يعني هو بيتعلم بقى الخوارزميات دي، بتتعلم بقى عمالة تاكل وتفهم وهتجيلك تاني بالزبط. هتجيلك بقى مرة كمان. يعني كده خلاص الثقة راحت في الفيديوهات. يعني مثلا الصناعة ككل لو بنتكلم يعني عن الأخبار والصحافة بيكملوا بعض، ومع عالم الديجيتال الصحافة بقت رقمية، بقت توصل أكتر، وبدوره الخبر بقى يوصل أسرع. فأنت شايف بوجود الديب فيكس ده الفيديو فقد يعني الوثوق فيه، خلاص الناس ما بقتش بتصدق في أي خبر معمول بفيديو. لا، هلا لسه موجودة الثقة في وقتنا الحالي، وأنا بعتقد بالعكس كثرة هدول الفيديوهات حترجعنا للأصل. بدي أصلي، عايز فيديو أصلي، بدي أشوف حقيقة. فأنت إذا كتر التزييف حيصير ما له هدف، إنه أشوف شيء غير واقعي، غير حقيقة، أو أعيش مكان مش مكاني. المصداقية حتتأثر شوي، حيصير الناس حتشوف إنه طيب مين اللي أعطاني هالخبر، مين اللي حكى لي هالخبر. حيكون في تحدي. خليني أحكي لك، بنرجع للأشخاص. يعني أنا هلا مثلا كترة، مثل ما حكيت لك، كترة الديب فيك أو الفيك فيديوز أو الذكاء الاصطناعي، الفيديوهات الغير مثبرة أو اللي ما فيها خليني أحكي لك فايدة، حيصير في كرييشن للبيرسونال براندنج، أو بمعنى حيصير في عندي المصدر تبع الخبر تبعي أفراد. أوكي. حيصير بدل ما يكون في توجيه لتحرير، حيصير في عندي أنا واحد بينقل لي الخبر وكستمايزد خلينا نحكي، وأنا مزبط إنه أنا بدي أشوف هذا الشخص هذا اللي أنا مناسب معي وبأفكاره بتنتمي لأفكاري، فحصير أتابع هذا الشخص. وخاصة إذا لاحظت بآخر فترة من 2 من أول ما صارت التحديات بالسودان وبسوريا وبالأردن بغزة، صار الواحد بيشوف المصور. صار أنت بتتابع واحد يعني مصور، أو بتتابع أكتر واحد قريب على الحقيقة، بغض النظر على التلفزيونات اللي نحن دائما نرجع لها، لأنه مصادرها كلها أغلبها كمان من موقع الحدث ومن الوكالات. تمام، أنا مصدق كل شيء، بس الأشخاص طلعوا دلوقتي. هلا صارت الأغلب المؤسسات تاخد ناس عندها اوريدي جمهور موثوقة وواثق، وهذا البيرسونال براندنج أو الشخص اللي عنده الهوية تبعته صار بيحافظ على هويته، مش هوية شركة ولا هويته، بده شخصيته أو هويته اللي هي محافظ عليها على الصدق، أنا محافظ عليها على نقل الخبر، مش مثل الكرييتنج ديب فيكس أو بالذكاء الاصطناعي. ففي فرق، في تحديات كتير جاية، بس حنرجع وين المصدر، وين الحقيقة، ومين اللي أعطاني الفكرة أو الخبر الصحيح. طيب على شكل عام بدول صار في عندك بتحكموا فيها أكتر من قبل.
صار مش أي حدا تطلع خبر لا بدك تحكي لي أنت هذا الخبر حقيقي أم غير حقيقي، مين بيمثلك، كيف بدك تدافع أو تحافظ على مجتمع من الأفراد. للأسف بيترجتوهم هم كمان. إزاي أتأكد إن الفيديو اللي وصل لي ده مزيف؟ يكون عندي my own tools. طبعا وفي كتير، بشكل عام أنا بشوفهم لسه ضعيف، يعني لسه الناس عم تتعلم، لسه عم بيحاولوا يحتوا القفزة اللي بسرعة إجت مدة 2 سنين. هاي القفزة صار في overwhelming، الناس مش ملحقة. كيف أحافظ، كيف أنتبه. كم واحد بنعرفه سايبر سيكوريتي، كم واحد بنعرفه قليلين جدا. طيب الأوفرويلمينج تبعون السايبر سيكوريتيز اللي بيشتغلوا بالأمن السيبراني بيحاولوا قد ما بيقدروا يحتووا التحدي هذا. طيب أنا إذا صرت أعلم على الكل، مثل مثلا اللي عم بيصير هلا بدولة الإمارات، حيصير يعلموا الطفل وهو عمره من أول ما بيدخل KG1 ولا من المدرسة شو يعني سايبر سيكوريتي، كيف يعني أنت تغير باسورد إذا كان عندك باسورد، كيف أنت بدك تسوي ما تضغط على أي لينكات. هاي البداية وأنا طفل عمري 5 سنين 6 سنين. على اللونج ران أنا حافظت على مجتمع، فبحيي هاي الشغلة لأنه فعلا نحن ما أخذناها ونحن صغار. أكيد. طب ليش؟ لأنه ما كانت موجودة. بهاي التحديات السايبر سيكوريتي بشكل عام، الفيديوهات لما بتيجي كيف حتشوفها بشكل عام؟ لا حتقبلها تمام. طب كيف بدنا نحافظ علينا؟ تمام، في مليون أداة، مش مليون، خليني أحكي لك بعض الأدوات اللي أنا جربتهم personally. بيكشفوا لك إنه هاي فيك، مثل جوجل أثنتيكيشنز، في بيب آيز تحط له صورتك بطلع لك وين الصور هاي مستخدمة. في بعض الفيديوهات بقول لك وين الأصل تبع الفيديو. في أدوبي، وفي أمل كبير بأدوبي لأنه مولدنا عليه خلينا نحكي واشتغلنا على الأدوبي من زمان. صار بيطلع لك أصل الصورة والكوبي رايتس تبعتها ومن وين موجودة. يعني بمعنى لمعرفة الأصل، حتى هاي بدي أحكي لك فيها عن الكوبي رايتس تبعت الأثنتيكيشن تبع each person، يعني لأي شخص، الهوية كيف نحافظ عليها. هلا بالدنمارك من شي 3 أيام طلعوا قانون حماية الهوية الرقمية. صوتك أنا موقع عليه، أنا ححافظ عليه، وصورة وشكلك إنه ما حد يستخدمه إلا بإذنك أو ببرميشن أو البودي تبعك، وحيصير في عليها عقاب للي بيستخدم لك إياهم بدون إذن، بدون ما أنت تعرف. فأنت هاي القانون اللي مطلعينه دافع جديد للعالم إن تعالوا أوكي طيب في شيء اسمه هوية رقمية مثل الاي دي تبعك النورمال، حيصير أنت عندك هوية رقمية ما حدا ممكن يستخدمها إلا أنت، وإذا حدا استخدم لك إياه حيصير في إلها عواقب. تمام. أنا بالنسبة لي هلا كميديا خلينا نحكي، إذا جبنا فيديو واستخدمت عشان الإبهار البصري دلوقتي وتمام أنا حلو شوفوني سويت هذا الفيديو، هل فكرت بالعواقب بعد 5 سنين؟ أنت استخدمته لواحد مشهور أو واحد سياسي أو واحد أنت عم تستخدم بدون ما تعرف العواقب. بنصح بشكل عام كل اللي بيشتغلوا بالإعلام حاول أن تتفادى هالشغلة، أو تستخدم نسخ لشخصيات بريزنترز أو أي حدا بدون ما يكون عندك شيء موقع أو أنت عارف الأثنتيكيشنز تبعت كل شخص، لأنه هاي مش ملكك، أنت عم بتجرب كهواية. شايف إن لسه برضو المنصات لتسي السوشيال ميديا أكتر، يعني وسائل التواصل الاجتماعي عليها دور إنها تحاول تقول والله الكونتنت ده AI ولا ما يقدروش يعملوا كده؟ إجباري بدهم يسووا، لأنه إذا ما سووا هيك الحكومات حتطالبهم. أوكي.
حيصير إجباري عليهم. وهلأ أغلب المنصات اللي هي تيك توك ولا انستغرام بتلاقي فيه باتن إنه this is made by AI. الauthentications حتى بالإعلان بيطلع لحاله ولا بيطلع لك اليوزر هو أول- اللي لازم يفعله؟ اليوزر حيقول لك إذا هذا المحتوى بالاي اي ولا لا. info. ايوه. فانت اجباري عليهم اصلا كمان يكشفوا كمنصه، لانك انت ناقد، انت كمان حارس عماره حتى كمنصه وسائل التواصل الاجتماعي. حتصير انت اجباري بدك اي شيء محتوى بيدخل عندك بدك تتاكد اذا هذا مصداقيه ولا لا. مين حيتحمل؟ ما لسه مش قوي، لانه لسه معتمد على الاشخاص انه يقول لك هذا ولا لا. انت يعني نحن النورمال فرودز او الهاكرز او بيتصلوا لك وانت بقنعوك بمليون شغله وبتلاقي اوتوماتيكلي هاي. فانت تخيل لما يصير يعرف اداه ذكاء اصطناعي وممكن يفبرك. سهل جدا. طيب انا فبركت اول مره، طلعت خبر بيوم كشفت الوسائل التواصل الاجتماعي كشفوا انه هذا فيك، حيوقفوه. بس انا انتشر الخبر، انا هدفي بس ساعة ينتشر الخبر. اول ما بنتشر الخبر خلاص انت باي باي. يعني متأخرين لسه في موضوع ادوات كشف التزييف. بتعتمد اكتر على كل يعني correct me if I'm wrong، جوجل بيكشف بس الحاجة اللي طلعت من عنده. لو عمل أداة بيقول لك والله الأداة ديت ده الكود بتاعي والصورة دي طالعة من عندي. صعب على يعني حاليا صعب على الكل انه يقدر يكشف او يقول حاجة الكل. الكود مختلف وهم بينهم صراع، فاحنا المظلومين. يعني شايف الموضوع ده ازاي؟ خطر. للأسف يعني للأسف لسه ما في جهة تلم شمل. خليني أحكي لك أو أداة معتمد أو أداة. هلا الأمم المتحدة كمان الأسبوع الماضي دق ناقوس الخطر عن ناس، خليني أحكي لك، إرهابيين عم بيحاولوا يتواصلوا باستخدام الذكاء الاصطناعي والوصول لأكبر جمهور، لريكروتمنت، لتوظيف، لنقل أخبار غير صحيحة. فهلا عم بدرسوا بشكل أكبر للكل، يحموا الكل، إنه كيف ممكن نتفادى هاي المخاطر. sooner or later أنا ما بشوف إنه كتير يعني نحن عم نواكب، فأي تغيير عم نواكبه. يعني نحن بوقتنا تمام، في تأخير يمكن، بس عم نركض معاها. عرفت؟ عم نحاول نوصل لأسرع وقت قبل ما يجي ال AGI by itself. يعني هذا كوم ونحن كوم. أول ما بيجي ال AGI حيصير في عنا يمكن more protection، ممكن في ثغرات حتصير، بس أنا متأكد 1,000,000% إيجابيا يعني إنه حتطلع في تحديات وحتلاقي فيها نتائج للحماية. إزاي ننشر الوعي يا أحمد؟ شايف إنه والله الأخبار ديت فيها تفاؤل، متحدة، دول العالم، أو حتى دول منفردة بتاخد قرارات. هل أنت شايف إن الوعي حكومي فقط ولا في برضو دور مجتمعي؟ طبعا حكومي ومجتمعي أي شيء فيه توعية بشكل عام، حتى لو كان في أفراد. يعني أنت اللي عم بتسويه هلا مثلا، هاي أفراد بتسوي توعية عن كيف نحن ممكن نتفادى كل هاي المخاطر. الأوتوماتيك اللي حيجي الحماية من الدول. يعني أنت بدك تحمي دولتك، فإجباري حتلاقي حلول توعية، وحتضخ معلومات واستثمارات فقط للتوعية. وهذا مش غريب على بلدان ناهضة، عرفت، بلدان متقدمة. فأنا كيف أحمي حالي؟ تعالوا أنا ححمي حالي. النت حيكون فيه more control. الشركات اللي الساتلايتس والاتصالات كلهم حيصير في عندك كنترول بالأرقام بالهاي. حتى لو في ثغرات حتصير من هون ومن هون،
لازم يكون في واحد عاطل صح، يعني لازم واحد بده يروح لازم. يسوي لك الديب فيك او يسوي لك بيمرق. حيحاول قد ما بيقدر، لانه في الفضاوي هاي بتجعل فيه ثغرات. ال ال الوعي بشكل عام انا بشوفه برأيي هذا بالبداية وانت صغير، لانه نحن بادين دلوقتي تعال كيف تدعم وتدرب من الصغار من الاطفال. تقصد الجيل ده بقى، الجيل اللي هو اوريدي قصاده، اللي هو قصاده، تعال انت هذا بتسوي هيك، دافع عنه بهيك، هذا المشكلة هيك، هذا الحل تبعه. واكسبكتيشنز لسه طبعا العاطفة تبعت الإنسان بشكل عام بدك تفهموا إنه اللوجيك شو والعاطفة شو، يعني مش كل إشي أنت ممكن تشوفه وتصدقه، لا تعال شكك بالموضوع، شوف من وين المصدر، طلع لي الخبر، مين بعته، مين حكى عنه، هل هذا من مكان من صاحبك ولا ميمز قال لي اللي هو بيقول لي بيقول لي فأنت لازم هاي الشغلات الأي بي سي دي، خلينا نحكي بأنه كيف عرفت، من وين عرفت، هل أنت متأكد، فرجيني، بتشوف طيب نشوف حد تاني في شغلات ضحكنا عليها حلوة تمام أوكي تمشي، بس شغلات مؤثرة على المجتمع من وين عرفت؟ شفته بعينك؟ طب في مصدر حاطه، طب هذا المصدر من وين؟ ممكن تكون براندات كبيرة ولا ليها اتجاه، you never know. بالضبط. هلا مثل ما صار بتبعت أوكرانيا، طلع زيلينسكي وقال لهم يا جماعة نحن بدنا نستسلم وهاي. طيب لو ما انكشف بوقتها كان شو ممكن يأثر على البلد؟ الشعب؟ راحت تنزلوا بقى الجنود رجعوا مثلا. بالضبط. فالحلو انه نحن لسه معاها، لساتنا عم نتسابق، عرفت؟ وفي يعني بدنا نهدى وناخد نفس ونتعلم. تعالوا شو الذكاء الاصطناعي. أحمد، ايه التوقعات بتاعتك للمستقبل اللي جاي للإعلام في يعني وسط كل مشاكل الديب فيكس دي؟ صراحة أنا هذا السؤال كتير بحبه، وجوابي دائما واحد، إنه أنا ما بعرف بكرة المستقبل اللي بكرة جاي الله أعلم. كخطة رؤية إنه الذكاء الاصطناعي حياخد شغلي، ولا الذكاء الاصطناعي حيصير قاضي على الكوكب، الله أعلم. أول شيء الميديا من يومها، من كانت لما كتابة وجرايد وكان نقل الخبر هو نقل الخبر، تحريريا حيبقى مثل ما هو، المصداقية هي اللي حتضل في. أنا شايف الأفراد حيكونوا هم المؤسسات، وحيصير تغير جذري في بعض المؤسسات، إنه كيف حيصير البرودكاست بشكل عام، مثل ما حكينا عن الصحافة أول ما كانت، مثل ما حكينا كيف كنا الأجهزة من التولز، نحن عم نتطور بشريا، فنحن بمرحلة تطور. أنا ما حقول لك إنه حيروح، لا، نحن عم نتطور، عم بيروح شيء وعم بيجي شيء، بس نفس الهدف اللي هو التحرير والمصداقية ونقل الأخبار. الأدوات الذكاء الاصطناعي هي أدوات حتختصر علينا وقت كتير. حيلمعوا الناس اللي عندها خبر، اللي عندها مصداقية، اللي عندها الأصالة بنقل محتوى. فهذا أنا حيصير أنا اللي حأتابعه، هذا اللي حيصير اللي generating money، عرفت؟ وحتختلف طرق التوظيف. خليني أحكي لك، حيصير في أكتر دقة، الرجل المناسب بالمكان المناسب، حيصير في سهولة للأفراد. يعني أنت قبل كان عندك يمكن إديتور ومصور وكاتب ومترجم فأنت تخيل هلأ إذا أنت سويت استثمار على كل شخص من هدول، صار كل واحد يسوي محتوى
من الإديتر صحيح. صار يسوي محتوى، من البريزنتر صار يسوي محتوى الفل بإيديتنج وتصوير باستخدام الذكاء الاصطناعي. حيصير أسهل، حيصير عندك أنت بدل مقطع أو محتوى واحد أنت بتسويه بتشتغل عليه لحالك عند وان مان شو، حيصير عندك الموظفين تبعونك 20 حيطلعوا لك 20 محتوى من A to Z بصوت وصورة وحتى editing. وهاي حيصير حط دراج اند دروب بالبرومت تبعك بالهندسة تبع خلصت تبعتك دان بالمستقبل. هلا أنا شايفها بتصير عرفت إنه مش صعبة، لا سهلة. فأنا عم بصير عندي إنه أدرب الأشخاص، أدرب الأفراد، كيف أدرب واحد يسوي لي المحتوى كامل من A to Z. صعبة، جرافيكس 3D وكل شيء صار ممكن، كل واحد صار ممكن يسوي كل شيء. مع الوقت ممكن أحس إن الصورة والصوت والفيديو بشكلهم المدعوم بالاي في نوع كده من المثالية. يعني مفيش حد شكله كده يعني بيرفكت قوي. وانا يعني دي من الحاجات اللي اول حاجة بلمحها وباخد بالي ان ده مش صح يعني. لكن انا دايما بحس ان مجال الاعلام بيكون ضروري فيه ان الانسان يكون طبيعي وبينقل الخبر من الواقع. ووافقك يعني في اللي انت قلته. لكن لو قلنا دلوقتي مثلا 3 نصايح قبل ما تصدق اي فيديو، احمد الشباب يقول لهم ايه؟ اول شيء تعلم الذكاء الاصطناعي. صعب كتير للناس اللي مش مآمنة فيه وانا معك ما تآمن فيه، بس تعلموا، اعرفوا، اتعلموا. هاي اهم نصيحة انا بحكيها. افهم شو يعني هندسة الأوامر عشان توصل لنتيجة. تأكد من المصدر. ما في مشكلة، خد لك ثانية اعرف من وين هذا الفيديو. حاول تدخل أكتر إذا عرفت إذا في وكالة أنباء حكت عنه. تأكد إذا في تلفزيون حكى عن هالموضوع. الله عطانا يعني شغلة اقرأ يا أخي، شوف أنت هذا من وين. طيب هاي النصيحة كتير. والنصيحة الكتير مهمة كمان عندي، طفلك أو ابنك أو اللي ما عنده علم لسه عم بيتعلم، الأطفال خاصة، حاول شوي إنه تنتبه على شو اللي بيسووه. يعني خطير بيستهلك جدا. إيه في خطير جدا. خطير جدا. تابلت والموبايل في إيده وكذا. إيه، ونحن هلا الذكاء الاصطناعي هلا أنت لما 5 سنين و6 سنين وتعود على يدخل ديب، في شغلات ممكن توصله مش بس ديب فيك، في شغلات مش مختلقة، في شغلات حتلعب بأعصاب الطفل واختيارات طريقة فهمه للدنيا كيف. فهاي نصيحة كتير مهمة. وللأسف إنه منخاف إنه الصوت العالي ولا التليفون. لا، خد التليفون. يبكي لي ولا يقول لي لا خد التليفون. لا، خد بريك. لا، وقف عادي. أول مرة حيزعل، تاني مرة حيزعل، الثالثة خلص صارت عادة. خلص حاول تخلي هاي العادة. مش هم ما عندهم الوعي لسه باستخدام الهاتف. أنا خلصت أسئلتي، لكن دايما بسيب 30 ثانية للضيف يقول لنا هو نفسه في إيه في عالم الذكاء الاصطناعي. نفسه يشوف إيه أو نفسه ما يشوفش إيه؟ والله رهيب هالسؤال. رهيب. الذكاء الاصطناعي عشان نغير العالم، عشان نغير البشرية، عشان نطور بشغلات نحن ما كنا نعرف فيها، من الطب ومن التكنولوجيا ومن من كل المجالات اللي بحياتنا. الذكاء الاصطناعي اجى سهل لي، فتح لي، قال لي خد تعال تعلم. هي أنا بجيب لك، أنت بتاخد وقت، تعال أنا بعطيك معلومات سهلة توصل لها. تعلم ذكاء الاصطناعي عشان نطور البشرية، مش عشان نأذي البشرية. في عنا طريقين. يا طريق إنه فعلا أستثمر بشغلات مهمة للبيئة، شغلات مهمة للمجتمع تبعنا، لكيف إنه ممكن أغير الليفل تبع حياتنا. استخدم ذكاء اصطناعي كتير مهم. في شغلات نحن بنجهلها عشان بنخاف من التحدي، بنخاف من نطلع من الكومفورت زون. بس والله سهل. يعني أنا ما حكون قاعد هون إلا لما أنا شفتها فعلا وحاولت أدخل فيها. ولي الشرف إنه أكون هون معك عم بحكي عن الذكاء الاصطناعي بشغف. الذكاء الاصطناعي غيرنا حياتنا، طوروا فيه. بس
الشرف لينا يا أحمد، شكرا جدا ليك ولوقتك. أنا انبسطت أخيرا قدرنا نحصل ساعة أو أقل معاك، معلوماتك قيمة. أنا ذات نفسي بتعلم منك كل مرة بشوف حاجة من إبداعاتك أو ورشة من الورش أو حتى في البانلز، أنا بتعلم وأكيد ده رأي الناس كلها. شكرا ليك. انت جامد. شكرا حبيبي. ودي كانت آخر نقطة معانا النهاردة في بودكاست ذكاء مش اصطناعي. بنشكر ضيف حلقتنا أحمد أبو الشباب، متخصص في الذكاء الاصطناعي الإبداعي. يا رب تكونوا استفدتوا وانبسطتوا في نفس الوقت. لخصنا النهاردة خطورة الفيديوهات المزيفة على الإعلام والصحافة، دور المؤسسات في مواجهتها، وأهمية إن كل واحد فينا يبقى واعي قبل ما يصدق أي فيديو. مبسوط قدرت أشارككم أفكار جديدة ونصايح مفيدة. لو عجبتكم الحلقة ما تنسوش تشتركوا وتقيموا البودكاست وتشاركونا آرائكم وأفكاركم. هل فعلا قربنا من عالم محدش فيه هيصدق لا صورة ولا فيديو؟ وكمان قولوا لنا إيه المواضيع اللي تحبوا نتكلم فيها حلقتنا اللي جاية. ولو ما عجبتكوش برضو قولوا لنا، وما تنسوش تكتبوا لي في الكومنتس ايه اللي تحبوا نتكلم فيه. حلقتنا اللي جايه هي اخر حلقه في الموسم، وكمان يا ترى تقولوا لنا ايه هي اخر التجارب الطريفه في استخداماتكم للاي اي. انا عمرو زكي وبقول لكم انبسطوا، نتقابل الحلقه الجايه. سلام يا مستمعينا الكرام. شكرا لاستماعكم للحلقة. كنتم تستمعون إلى بودكاست ذكاء مش اصطناعي مع عمرو زكي.